وانت بتتفرج على الدورات الرمضانيه دايما بيلفت نظرك لاعب او اتنين وبتشجعه وبتقول الله على اللعبه الحلوه، انما في مباراه الزمالك وفيوتشر مفيش ولا لعبه حلوه. للاسف ان انت كوره بتنسيك الكوره اصلا، مفيش حد بيبصي صح، مفيش حد بيستلم صح، مفيش حتى حد بيصد صح. صعود الزمالك على حساب الفيوتشر بعد التعادل 1-1 بعد الفوز في المباراة الأولى والتعادل في المباراة الثانية يصعد الزمالك لقبل النهائي، ولكن صعود بالنتيجة فقط وليس بالأداء. صعود النهارده الزمالك كان على حساب فيوتشر بدون أداء وبدون روح، بدون كورة، بدون مدرب، بدون أي حاجة عايز تقولها قولها. ساعة ونص من لا شيء، ساعة ونص بدون كرة قدم حقيقية. للأسف اللعيبة دي بتاخد ملايين بس ما بتقدمش كرة قدم حقيقية. احنا كجمهور عاوزين نتفرج على كرة قدم حقيقية، ازاي اللاعب بيستلم وازاي اللاعب بيسلم، حتى ازاي الحارس بيصد. الزمالك في الكونفدراليه السنه دي هي اسهل بطوله للزمالك ان هو ياخدها، ولو ما خدهاش المفروض المدرب يتحاسب والاداره تتحاسب واللعيبه تتحاسب، والمفروض مستحقات كل اللعيبه تتخصم منهم لو ما خدوش البطوله دي. الزمالك بيقابل فرق في الكونفدراليه السنه دي اشبه بان هم يكونوا عزب او كفور. ما فيش فرقه الا كانت مودرن فيوتشر وقدر الزمالك ان هو يعديها. الزمالك السنه دي لو ما خدش الكونفدراليه فعلا المفروض ان هو يتعاقب ويتحاسب على كل فلوس دفعها في الصفقات اللي جابها، وحتى المدرب يتحاسب على الملايين اللي بياخدها. لعيبه ما بتلعبش كوره ومدرب ما بيعملش خطه وما بيلعبش كوره. بس خلينا نشوف في الفتره اللي جايه. كلمه لمجلس الاداره، انت لما رحت تجيب صفقات وعملت زحمه في خط الوسط، ليه ما فكرتش انت في راس الحربه اللي انت عندك فيه مشكله، وفكرت في حارس المرمى اللي انت عندك فيه مشكله؟ انت بتعاني بقالك فتره ومن الموسم اللي فات او من الموسم اللي قبله ان انت عندك مشكله في راس الحربه وعندك مشكله في حراسه المرمى. ليه ما جبتش الاثنين دول؟ اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وباذن الله القاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم 90. بشكركم ومع السلامه.